عبد المجيد تبون قلنا باللي عنده قرزي شباب عاد يغني الأندلس كي كان ساكن في موريتي، كان وزير السكن، وكان وزير الإعلام، وزير بزاف، وعاش مع بوتفليقة حتى قال فيكس ونكار خير دار عليه. كان في موريتي يروح عند يحيى قيدوم وواحد هكذا، يروح عندهم يسهروا، هو يدي قرعة الروج ديالو وهما يسكروا بالويسكي، وكي يحب يضرب كي يكمل قرعة الروج يحب يشرب الويسكي، يقول لهم اعطوني دوسي، يقول له غني غني لنا، يغني لهم كل اغنيه يعطوا عليها دوسه. شفتوا وين وصلت الجزائر يا ناس؟ شفتوا وين؟ اليوم الصوت هذا نسمعوه يغني واحد الاغنيه دارت سوكسي في المغرب، وتمجد طبعا في المغرب وفي شعب المغرب في المنتخب المغربي لكرة القدم. تبون بيان غنى هذا لو تيوب، هذا السوكسي هذا، اسمعوا. مرحبا بكم. هلا هلا المرأة تسبوع والرجالة. ما شاء الله على ذاك القرزي، ما شاء الله على سي عبد المجيد تبون. عنده بلاصتو في الحان وشباب، وهكذا نبينوا لكم باللي تبون ماهوش حقودي، سمعتوا؟ وكما قال جريدة الفيغارو انه صفق لانجاز الفريق المغربي في كأس العالم، يصفق اليوم الى المنتخب المغربي بغنية اللي دارت سوكسي. نتمنى انه تبون يسمع صوت احد الاحرار الجزائريين، مواطن بسيط، هاو موجه له رساله، اسمعوا. السلام عليكم يا سيدي رئيس عبد المجيد تبون، بكل احترام بكل نظام، اني مواطن جزائري. شوف راني من الحطاطبه 42 ولاياتي بازا، وتحياتي الرئيس الحطاطبه. حطاطبه فيها رجاله، اوه شوالة شوالة. اسمع يا سيدي رئيس بكل احترام، نبغي بلادي الجزائر 58 ولايه. الجزائر هذا ماتوا عليها رجال، خاصني غير حاجه وحده، ما خاصنيش مليار، ما خاصنيش صوارد، ما خاصنيش خدمه، ما يخصني والو، خصني غير حاجه وحده برك. دير فيا غير مزيه، انا غير مسلم، دير فيا غير مزيه برك. حلوا الحداده مع خواتنا المغاربه. يا حم والديك، يا حم والديك، الله ينورك يا حم والديك، غير حاجه وحده، غير حاجه وحده، حل علينا الحداده برك. هادو خواتنا، هادو خواتنا، حنا مسلمين، حنا هادي بلاد مسلمين وهادي بلاد مسلمين، يا الحمد لله. لازم نكونوا متحدين ونطلعوا بلادنا في رحبه، ونعال الشيطان، نعال الشيطان ونعال الشيطان. مانيش نقول لك لافوت تاعك يا سيدي رئيس، ومانيش نقول لافوت تاع المملكه المغربيه. لافوت فينا في زوج، هذا ما كان. نعال الشيطان. رمضان جاي، لازم نكونوا متحدين. هذه بلادي نبغيها، نموت عليها كما نبغيها بلادي الجزائر، كما نموت على بلادي الجزائر. هذه الله يبارك، وهذه الله يبارك. هذه بلادنا في زوج، احنا الشعب واحد، دين واحد، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هل ترى تبون يسمع الخطاب، الكلام تاع مواطن جايو بالملاحه، جايو برحمه الوالدين، جايو بشهر رمضان، يقولون عن الشيطان. شكون فيكم يصدق باللي تبون راح يسمع لهذا السيد وينعل الشيطان؟ كيفاش تحب تبون ينعل الشيطان في حين انه هو الشيطان
بعينه. الشيطان إذا ما شتوش مجسد راهو تبون واللي معاه شنقريحة وجماعته. الكلام هدايا يخرج من مواطن اللي راهو تصيب ملايين المواطنين الجزائريين يحملوا نفس الفكرة ونفس المشاعر ونفس الكلام يقولوه لهاد ولاد الحرام. ولكن هالأخ هذا مسكين لم يدرك أنه تبون ولد حرام تاع الصح، كيفو كيف شنقريحة كيف اللي معاهم كامل ولد حرام. كي يقول ولد حرام وش معناها؟ قلتها أكثر من مرة. ولد حرام هو اللي يرتكب الحرام، يرتكب الحرام، مش الحرام اللي يرتكب فيه تبون الظلم. الظلم اللي ربي حرمه على نفسه، ربي سبحانه حرم الظلم على نفسه. يجي وهذه العصابة تاع الحرامية يظلموا الشعب الجزائري. كم من جزائري ظلم وهو راهو داخل السجون، كم من جزائري، كم من جزائري ظلم تهما بتهم تاع إرهاب تاع قتيلة تاع كذا تاع كذا. شحال من جزائري لما تجي تتهم مواطن تقول له راك إرهابي وش معناه؟ تخرج تشوف اوفيسيال ورايح تجري عند الدول وتقول لهم وقفوهم، هذا المواطنين وقفوهم. هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. الظلم الاخر اللي يرتكب فيه ولد الحرام تبون وجماعته قطع صله الرحم. اولا الاف الجزائريين منفيين ما يقدروش يدخلوا لبلادهم ويشوفوا عائلاتهم، وآلاف الجزائريين والمغاربة من عائلة واحدة ما يقدروش يتصلوا ببعضهم لأنه غالق عليهم الطريق برا وجوا. هذا ظلم، هذا حرام أنك تقطع صلة الرحم. ما نتكلموش على أمور أخرى غير نحكي على هذا الزوج. دونك هذا يدل أنه تبون ولد حرام الخطاب اللي وجهوا له هذا المواطن ما يفهموش وما يسمعوش. ومادام هو ولاد الحرام اللي راه معاه في الحكم تبقى الحدود مغلوقة وتبقى صلة الرحم مقطوعة ويبقى الظلم سائد. باش الظلم يتوقف وصلة الرحم الناس يتواصلوا ما بيناتهم وباش الظلم يزول لابد من طرد العصابة، رحيل العصابة، يرحلوا كاع. هذا هو اللي يلزم كاش. أما للأسف الناس اللي تتكلم يعني خطاب تاع أخوية وخطاب تاع كذا ما يفهموش.